السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد بتاعنا النهاردة هيعجبكم جدا. نزلت بقى عشان نجيب التسويقة بتاعتنا والخضار بتاعنا، وانصدمت من الأسعار اللي أنا شفتها. الله المستعان. فهنشوف بقى الأسعار بتاعتنا وهنقول ازاي نمشي بيتنا ب 200 جنيه وأقل كمان نجيب الخضار بتاعنا، وازاي نشيله عندنا في التلاجة، وهنعمل حاجة حلوة مع بعض. تابعوا بقى معايا الفيديو كده للآخر، فيديو حلو قوي. يلا نقول بسم الله ونشوف الخضار بتاعنا. اول حاجة معانا كرنبيطة حلوة كده. معايا كرنبيطة ب15 جنيه. حلوة لما تجيب الكرنبيط، هات الكرنبيطة اللي هي الظهر بتاعها لازق في بعضه كده. ومعايا السبانخ، كانت ال2.5 ب10، جبت ب5. القلقاس الكيلو ربع ب10. جبت تشكيلة خضرة ب5 جنيه. الفلفل، بجيب الفلفل ده بحبه علشان بستخدمه في المحشي. احسن من الرومي، بحب البلدي ده. الفلفل اسعاره وهمية بجد، يعني الربع ب4 جنيه. فجبت ب10. الكابوتشي جميل قوي، من الحاجات الشتوية الحلوة الكابوتشي. ال3 ب10 ما شاء الله، حجمها حلو. وهاتي الكابوتشاية اللي هي تبقى ما تبقاش مفرغة، تبقى تقيلة ومليانة. البطاطس الكيلو ونص ب10. الطماطم برضو الكيلو ونص ب10. جبت البصل الأخضر التلات ربط ب5 حلوين. جبت النعناع، ريحته خطيرة، بحب أوي النعناع ده. وجبت البرتقان ال3 ب10. والبتنجان برضو الكيلو ونص ب10. بص هتلاقوا معظم الأسعار في السوق الكيلو ونص، الكيلو وربع، ب10. هي دي الأسعار. الجزر يعتبر أرخص حاجة، 2.5 ب10. جبت 2.5، هنعمل منه حاجة حلوة بإذن الله مع بعض. اللفت ال4 ب10. برضو حلو زي ما اتفقنا، طول ما اللفت موجود في السوق نجيب ونخلل. فالكمية اللي احنا كنت عاملاه معاكم قبل كده خلاص قرب يخلص، فقلت نجيب ونعمل في ايه، في البرطمان تاني. السفندي الكيلو ب5. كده خلاص خلصنا بقى ايه التسويقة بتاعتنا. طبعا لما تنزلي السوق هاتي الخضار اللي على قدك واللي انت محتاجاه قبل ما تنزلي، تبتدي ان انت ورقة وقلم كده وتكتبي انت عايزة ايه بالظبط. ما تجيبيش كميات وتسيبيها عندك وبعد كده تلاقي نفسك بترمي نصها، يبقى احنا ما عملناش حاجة، ولا وفرنا ولا عملنا اي حاجة. طيب، انا دلوقتي جبت كمية، طبعا زي ما قلت لكم انا بجيب بالايه بالاسبوع. طب جبت الكمية دي بحفظها ازاي في التلاجة ان هي تقعد عندي وما تبص عندي؟ اولا كده اي حاجه خضراء بتتشال زي ما هي. الخضره، السبانخ، اي حاجه خضراء كده بتتشال زي ما هي في الكيس بتاعها. بس بنبدا ان انا اخرم الكيس عشان التهويه بتاعتها. السبانخ ما تتشالش اكتر من يوم. هي من الخضار وكده، بس لا. السبانخ لو اتشالت كتير في التلاجة بتصفر. ولما تجيب السبانخ السبانخ تكون خضراء، الورق بتاعها كله اخضر وحلوة كده. واللي هنقول بتاعها يبقى احمر. تمام. السبانخ طبعا يعني تاني يوم انا بعملها، تاني يوم من السوق انا بعملها. ما تتشالش السبانخ في التلاجة اكتر من كده. الخضرة بتاعتي كلها بقى زي ما قلنا كده في كيسة، ونيجي مخرمين الكيسة وشايلينها في الدرج بتاع التلاجة. هتفضل معاكي مدة حلوة، مش هيحصل لها اي حاجة. اه. الكابوتشي نفس الكلام. ولو عندك اللي هو الاستريتش الغذائي، بيبقى جميل قوي. لفي بيه بقى الكرنبيط اللي قولوا معايا الكابوتشي. لفيه بالاستريتش ده، يقعد معاكي بالشهور في التلاجة ولا يحصل له اي حاجة. جميل قوي، بس طبعا انا مش موجود عندي. ف هنحط في الاكياس كده وهنخرمها، وبرضه هتقعد مدة حلوة معايا. بالنسبة للخضار، الخضار انا بغسله زي ما قلت لكم قبل كده، انا بحب اغسل الخضار. اولا انا بجيبش كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، وعشان انا عندي الاولاد صغيرين ومتعودين ان هما الخضار بيبقى مغسول. فممكن انا اكون في مشوار ولا حاجة فبيفتحوا ياخدوا طماطمايه. خصوصا الطماطم، يعني دي اكتر حاجة، الطماطم الجزر ممكن ياخدوها وان هما ياكلوها، فابقى ضامنة ان هما ايه،
الحاجة تبقى مغسولة. لو انت بتجيبي كمية كبيرة لا، ما فضلش ان انت تغسلي الخضار. احسن حاجة ان انت تشيلي الخضار زي ما هو كده، بس تحطيه في علب وتحطي مناديل مطبخ تحتيه وفوقيه، وتحطي فوطة نظيفة كده تخصصيها للخضار، بتحطيها على الخضار بتاعك، يفضل معاكي مدة حلوة في التلاجة بتاعتك. خلاص كده. طيب بالنسبة لللفت طبعا غسلناه كويس زي ما احنا متفقين، وخلي بالك بقى من اللي هي بتبقى مخوخة من جوه دي. طلعت كده كام واحدة، رغم ان هي كان زي ما انتوا شايفين اللفت بتاعي كان صغير، بس برضو لقيت فيه كده كام واحدة برضو بتبقى شايخة كده. دي لو حطيتي منها في البرطمان بتاعك هتبوظ لك المخلل بتاعك كله. فالحمد لله الكمية حلوة يعني، وما ما طلعتش منه كتير. هنا اللي طبعا حطينا عليه معلقتين من الملح، وهسيبه بقى هنركنه كام ساعة كده. عاملينه مع بعض قبل كده. فلو عايزة اشوف الطريقة ادخلي وشوف الطريقة جميلة قوي هيعجبك، لحد لما خلصت البرطمان مقرمش معايا وطعمه زي العسل. هنا الجزر بتاعي مسكت الكمية بتاعتي غسلتها وقشرتها، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل احلى واجمل مربى جزر بالبرتقال هتاكليها في حياتك. حاجة جميلة مغذية. انا عارفة ان في ناس كتير ممكن تكون ما بتعملش مربى الجزر دي. يا جماعة مربى الجزر جميلة جدا جدا جدا، بجد هتحبيها او ولادك هيحبوها، جربيها واعمليها. من الحاجات من المربات اللي بترمي كمية حلوة قوي، طعمها جميل قوي. بجد هتندمي ان انت ما كنتيش بتعمليها، اللي هي طبعا احنا كلنا متعودين على مربى المشمش، التين، الفراولة. لا الجزر من المربات الحلوة قوي. بص، بتجيبي الكمية بتاعت الجزر بتغسليها، بعد كده بتبدأي ان انت تقشريها وتبشريها كده زي ما احنا شايفين. طبعا انا بوزنه الاول عشان اشوف اللي بعد ما بقشره بوزنه، عشان اشوف الوزن بتاعه واشوف كمية السكر اللي احطها عليه. كل كيلو من الجزر بنحط عليه نص كيلو من السكر. دول طلعوا معايا 2 كيلو، فهنحط عليهم كيلو من السكر وهنقلبهم كده مع بعض، وبسيبه كام ساعة في التلاجة. طبعا ده بيسهل في عملية التسوية، ده في اي مربى بعملها لازم نعمل الحركة دي. هنحط السكر مع الفاكهة بتاعتنا ونسيبه كده ايه كام ساعة في التلاجة. كده خلصنا الجزر. اللفت برضو كنا حاطين عليه الملح بتاعه، وهنسيبه برضو كده كام ساعة. خلصت الخضار بتاعي وشيلته في التلاجة، وبرضو البرتقان والسفندي ما تسيبهوش كده، اغسليه عشان الأتربة اللي بتبقى على القشرة بتاعته. اي حد خد برتقاناية ولا خد سفندية تبقى نظيفة معاه، وضامنة ان الحاجة بتاعتي فكيتي نظيفة وحاجتي نظيفة. في الوقت ده طبعا كنت خلاص خلصت الغدا لان كنت جايه متاخره، فعملت غدا كده في السريع بس حاجه تفتح النفس. كان عندي اجنحه، عملت صينيه بطاطس كده بالاجنحه، حاجه ايه خطيره خطيره يا جماعه بجد. هتسيبي الاجنحه وهتاكلي البطاطس ايا كان بقى، حتى لو عاملاها بفراخ هتسيبيها برضه وهتاكلي البطاطس بتاعتها. معرفتش اصورها معاكم ان كنت مستعجله فعلا يعني، حتى الجزر انا سبته البنوت هي اللي تبشره، وعملت انا الغدا بسرعه لان الاولاد كانوا جعانين. غدا سريع كده وجميل، فعلى قد امكانياتك وعلى قد حالك كده مشي نفسك. بصوا مفيش حاجه بتقف، الدنيا بتغلى وكل حاجه، بس احنا ستات شاطره. في حاجات اللي تقدري تستغنى عنه استغنى عنه، بحاجات بسيطة جدا تقدري ان انت تملي بيتك بالخير زي ما احنا متفقين. وبإذن الله هنعمل الفيديوهات الجاية ازاي نوفر، ازاي نملى بيتنا بالخير بأقل الامكانيات، والحاجة اللي احنا نقدر ان احنا نستغنى عنها استغنى عنها. اللي تقدري تعمليه في البيت اعمليه في البيت ووفري على نفسك. المخللات ليه نشتري مخللات من بره؟ نجيب مخللات ونعملها في البيت، اي خضار موجود في السوق يتخلل، ده هما حبة مية وملح ويبقى عندك احلى مخلل في البيت. تملي برطمان زي ده وتاكلي حاجة انت ضمناها، حاجة نظيفة عاملاها بايدك. تمام يا حبايبي. هنا خلاص المخلل بتاعي حطيته في البرطمان كده الليفت. شايفين المية بتاعته، مية الترش دي تحفة تتشرب كده شرب.
طبعا انا كنت مفكره ان انا ممكن اعمل محلول تاني ليه، بس لا، لقيت الميه بتاعه المخلل يا دوبك على قده بالظبط. فتمام كده هنقفل عليه وخلاص على كده. طب انا دلوقتي المخلل بتاعي ده خلاص، ولسه فيه لفت في السوق وعايزه اجيبه واعمل تاني. هينفع ان انا اعمل في الميه بتاعته تاني؟ لا يا ست الكل. كده خلاص، انا كده شكرا قوي للبرطمان ده. ميه اللفت تخلي لي فيها مرتين وخلاص على كده. عايزه تعملي تاني تعملي محلول من اول وجديد. طيب انا هنا خلاص بقى، كنت بقى طبعا اتغدينا وقعدنا شويه، فالمربى بتاعتنا كانت كده تمام. طلعناها من التلاجة، كانت نزلت كده حبه ميه حلوين. طبعا ده بيسهل في التسويه وبيسرع من التسويه على البوتاجاز، بدل ما تحطي السكر على الفاكهه بتاعتك وتحطيها على طول على البوتاجاز. هنبدأ ننزلها. طيب انا عندي الجزر طبعا غير الفواكه، غير لما بتعملي تين ولا فراولة وكده بيبقى فيها نسبة مية كتير. طبعا الجزر ما فيهوش نسبة مية، فعشان كده لازم نحط له سوائل. فحطي عصير برتقال، احسن بكتير من لما تحطي مية. ريحته جميلة بجد، البرتقال مع الجزر حاجة وهمية. فبحط كوباية من عصير برتقال، عصراه كده ومصفياه، وبحط كوباية. كل كيلو بتحط عليه نص كوباية. طبعا معايا 2 كيلو هنحط عليهم كوباية. معايا معلقة صغيرة من القرفة، وكام فص كده من الحبهان، كام عود حبهان كده. حبهان ايه؟ قرنفل، ركزوا. تبدأي بعد كده بقى نحط المربى بتاعتنا على النار. اول ما تبدأ ان هي تغلي، النار في الاول بتبقى عالية. اول ما تغلي غلوة معايا كده هنبدأ نوطي النار عليها خالص، ونسيبها بقى تعيش حياتها ساعة، ساعة، ساعة ونص. على حسب، من وقت للتاني نبدأ ان احنا نقلبها لحد لما تستوي معانا. طبعا بعرف ان هي استوت ازاي، بتدوي الجزر كده معاكي. اول ما بتلاقيه خلاص دايب واستوى تماما كده، بقت خلاص البرطمانات المربى بتاعتي تمام. بالنسبة للبرطمانات، طبعا في الوقت ده قبل ما ابدأ في المربى تماما، انا البرطمانات بتاعتي حطاها في مية سخنة، وحبة كده خل، معلقة من الخل، وببدأ ان انا اعقمها كويس ونسيبها بقى لحد لما تنشف تماما. طبعا ده بتعمليه من قبل ما تبدأي في المربى بكتير. في اي مربى هتعمليها لازم تعقيم البرطمانات بتاعتك. هنا المربى بتاعتي كانت استوت معايا خلاص كده. عايزه تسيبيها زي ما هي تمام. انا بحب اضربها في الخلاط عشان تبقى ناعمه، ناعمه معايا كده زي الجاهزه. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي، ولونها وريحتها ما اقولكمش، جميله قوي. هنا خلاص كانت استوت معايا. هنبدا بقى نعصر الليمونه بتاعتي. تعصري كل كيلو بتحطي عليه عصير نص ليمونيه. هنسيبها بس كده تقليبه مع الليمون، وهنسيبها دقايق وهنطفي عليها. خلاص هنا بنعبي بقى البرطمانات بتاعتنا، والمربى بتبقى سخنة. عبي البرطمانات. ده برضو بيزود من التعقيم بتاع البرطمان. وهتسيبيها كده لحد لما تبرد تماما. بعد كده نغطيها ونشيلها في التلاجة. وطبعا بتستخدميها بمعلقة نظيفة كده، وتبدأي ان انت تاخدي منها. ما شاء الله، شايفين الكمية عملت معايا كمية قد ايه؟ ب10 جنيه عملنا الكمية الحلوة دي. حاجة نظيفة، حاجة جميلة في بيتنا نملى بيها التلاجة بتاعتنا، مش مكلفة تماما. فرح بيها اولادك. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا الحسبة انا هخليكي انت تحسبي الكمية دي. برطمان الواحد ده لو جبتيه من بره هتجيبيه بقد ايه. بس كده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.